قصتنا بتبدأ مع الشاب لانج هو والده. لانج كان بياكل مع نفسه، لكن والده قال له يسافر مدينة هونج كونج عشان يشتغل مع عمه بدل ما هو قاعد عاطل ما بيعملش حاجة. فلانج سمع الكلام وانطلق لمدينة هونج كونج تاني يوم الصبح، ولما كان موجود على المركب بدأ يحلم ببروس لي واتمنى انه يبقى معلم كونج فو اسطوري زيه في يوم من الايام. ده غير انه تخيل نفسه بيقاتل مجموعة من لاعبي الكاراتيه، ومع ان لانج تخين ووزنه تقيل الا ان حركاته اسرع من البرق، واستخدم بعض العصيان الخشبية عشان يهزم أعدائه بسهولة. بس المصيبة إنه لما كان بيتخيل وجه ضربة قوية خرمت المركب وغرقته في المية. بعد فترة قصيرة لانج وصل مدينة هونج كونج أخيرا، ولما كان بيعصر هدومه من المية الضابط افتكر إنه بيفك زنقته في الشارع وهزقه. بس المصيبة الكبيرة إن لانج اتربى بقرية بسيطة وما كانش عارف يتصرف إزاي وسط مدينة هونج كونج العملاقة. ده غير إنه تاه في زحمة الأتوبيس وسأل الناس زي العبيط لأنه ما يعرفش مطعم عمه موجود فين. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لباي عم لانج هو ابنه شين، وبنكتشف ان في بنت اسمها ماي فاتحه محل جنبهم وبتسرق منهم الزباين. حتى لما لانج حضر ماي حاولت تقنعه ياكل عندها لانه تخين وهيدفع فلوس كتير. ده غير انه كسر طبق غالي بالصدفه، فاخو ماي حاول يتخانق معاه بس من حسن الحظ العم باي لمحه من بعيد وحضر عشان ينقذه على اخر لحظه. بعد كده رحب بيه وقدم لانج لابنه شين، وهنا بنعرف ان في بلطجيه اندال بيستغلوا ان ماي بنت ضعيفه ومعهاش غير اخوها بس عشان ياكلوا عندها ببلاش كل اسبوع. بالليل العم باي رحب بلانج في بيته، فلانج علق صورة بروس على الحيطه وقال ان حلمه يبقى معلم كونج فو مشهور في يوم من الايام، لكنه ما كانش مركز وقت الشغل وطول الوقت كان بيلخبط طلبات الزباين لدرجه ان شين اتدخل وامره يصلح اخطائه. بعد كده العم باي قال للانج يوصل بعض طلبات الاكل لبيت موجود بشارع قريب، فلانج انطلق بطريقه لكنه تاه زي العبيط للمرة التانية. ولما كان بيتمشى وسط الشوارع اتفاجئ ان في مجرمين خطفوا شنطة سيدة مسكينة، فساب الاكل على الارض وفضل يطاردهم. في البداية لانج استخدم فن الجيت كوندو اللي بروس لي اخترعه ودمجه مع الكونج فو عشان يمسك المجرمين يطحنهم، لكن المشكلة ان في ضابط حاول يقبض عليه لانه افتكره بيتخانق. بس من حسن الحظ في شاب صغير شاف كل حاجة وقال ان لانج كان بيساعد سيدة مسكينة تاخد شنطتها. واول ما لانج رجع لصندوق الاكل ملقاش فيه اي حاجه، فعمه اتعصب عليه وقال له يقف بالشارع عشان يجذب زباين للمطعم. ولان لانج حظه سيء جدا في 2 ضباط متخفيين شكوا فيه وافتكروا انه بيبيع ممنوعات لكنهم سابوه بالنهايه اول ما شافوا مطعم العم باي وافتكروه مجنون. اما شين حضر وقال للانج يروح يشتري بنزين للمطعم عشان يعرفوا يطبخوا، فلانج انطلق بطريقه لكنه بالصدفه شاف صوره لبروس لي وهو لابس نظاره شمس وراح لتاجر النظارات عشان يشتري واحدة زيها. ده غير انه نسي يجيب بنزين للمطعم. طبعا العم باي اتعصب بشدة لانه ما بقاش عارف يطبخ وامر شين يوصل للانج باي تمن. في الوقت ده لانج العبيط كان لابس نظارته وبيقلب بروس لي، بس من حسن الحظ شين لقاه وفكروا يجيب البنزين عشان يشغلوا المطعم. وهنا بنعرف ان البلطجية اللي كانوا بياكلوا عند مي ببلاش حضروا الغدا في مطعم العم باي، لكنهم اول ما خلصوا اكل رفضوا يدفعوا، فشين اتعصب عليهم ومسكوه طحنوه. طبعا لانج ما سكتش، ومع ان العم باي قال له ما يقاتلش الا انه تجاهله. في بدايه المعركه لانج اظهر بعض اساليب الكونج فو السريه وفاجئ الجميع بسرعته لانهم فاكرينه بطيء بسبب وزنه الزايد. ده غير انه خطف نونشاكو من شاب بلطجي وظبط اعدائه واحد ورا واحد ببراعه ملهاش مثيل لحد ما دفعوا الفلوس كلها وجريوا من الخوف زي الكلاب. فالعم باي فضل يزعق وقال انهم خسروا فلوس كتير لان المطعم اتكسر. اما شين اتعصب بسبب ان والده ما كانش عايز يدافع عن نفسه. بعد كده مشي في صمت وسط ذهول شديد من لانج. بالليل شين كان بيتمشى مع نفسه وبالصدفه 2 من اصدقائه الفاسدين قابلوه وقالوا ان عندهم ليه شغله هيكسب منها فلوس كتير، فشين وافق على طلبهم. لكنه اول ما وصل مخبأهم اكتشف انهم عايزينه يزور لوحات فنيه لانه موهوب بالرسم، فشين رفض طلبهم ومشي بطريقه. لكن المجرمين عزموا انهم يفسدوا حياته عشان يجبروه يشتغل معاهم. تاني يوم الصبح ماي لمحت البلطجيه اللي لانج ضربهم من بعيد، بس المره دي كانوا مسلحين وراجعين للانتقام. ده غير انهم اهانوا العم باي وكسروا مطعمه كله بدون رحمه، لكنهم ما قدروش يقاتلوا لانج لانه كان بيوصل الاكل. بعد فتره قصيره لانج رجع المطعم وعرف من العم باي كل اللي حصل، فقال انه لازم ياخد حقه، بس عمه امره يبعد عن المشاكل ويدور على شغل في مكان جديد. بالفعل لانج سمع الكلام وراح اوتيل قريب من اجل العمل، وهناك قابل انسه سو قدمت لانج لمدير الهوتيل، والمدير قال
انه هيشتغل في غسيل الاطباق، لكن فجأة في شاب امريكي فضل يعاكس سو، ولما المدير حاول يوقفه عند حده الشاب الامريكي هزق الصينيين والكونج فو، فلانج اتعصب بشدة وتحداه لقتال هو وصديقه خارج الهوتيل. في بداية المعركة بنكتشف ان الشباب الامريكان بيستخدموا اسلوب الملاكمة الامريكية، بس لانج فاجئهم بقوته وسرعته الرهيبة وانتصر في النهاية وسط تحية كبيرة من كل المتفرجين. اما شين اشتغل سواق تاكسي بعد ما مطعم العم باي اتدمر، بس الشباب الفاسدين اللي كانوا عايزينه يشتغل معاهم في تزوير اللوحات الفنية رجعوا من جديد وخلعوا باب التاكسي الخاص بيه عشان يجبروه يسمع كلامهم. فشين بلغ ابن عمه لانج باللي حصل، ولانج انطلق معاه عشان يرجع حقه. في البداية لانج ركب باب التاكسي مكانه، بعد كده اخد شاكوش وراح يتكلم مع واحد من الشباب الفاسدين اللي ضايقوا شين، ده غير انه بدأ يكسر العربية الموجودة قدامه لانه فاكرها عربيته، بس في الحقيقة العربية دي تابعة لرجل الاعمال صاحب الهوتيل اللي كان قاعد بيتكلم مع المدير. واول ما سو شافت لانج العبيط حاولت تمنع صاحب الهوتيل يبص من الشباك، بس بدون فايدة لانه شاف كل حاجة. وفي النهاية صاحب الهوتيل عرف لانج انه دمر عربيته، فالمدير قال انه هيخصم اجرته لمدة سنة عشان يسدد ثمن التصليحات. اما الشباب الفاسدين حكوا لشاو قائدهم على اللي حصل وفضلوا يضحكوا على لانج العبيط. وهنا بنعرف ان قائد الشباب الفاسدين يبقى مجرم خطير اسمه شاو بيزور الاثار الغالية، ده غير ان مساعده قال له على 3 مقاتلين اقوياء جدا هما بونج الشاب الافريقي الماهر بالكاراتيه، وبينج الشاب الصيني الماهر بالكونج فو، وجون الشاب الاوروبي الماهر بالملاكمة. فشاو امر مساعده يجمعهم كلهم عشان يشتغلوا معاه كحراس شخصيين. بعد كده اخد ال3 مقاتلين وراح يقابل البروفيسور عالم ذكي بيجمع الاثار المسروقة، وقال لشاو انه هيقابله في مخبأه قريب عشان يشتروا منه كل اللوحات الفنية الموجودة معاه. تاني يوم شاو عمل حفلة كبيرة في الهوتيل، ولانج هو وابن عمه شين كانوا شغالين في خدمة الضيوف. اما البروفيسور شاف الآنسة سو بالصدفة واعجب بجمالها، فشاو قال انه هيجوزها ليه بأي تمن، وأتباعه الشباب الفاسدين فضلوا يضايقوها عشان تكلم البروفيسور. اما لانج العبيط شرب كحول لحد ما سكر، لكنه عرف من شين ان الشباب الفاسدين اتعدوا على سو، فبدأ القتال معاهم بدون رحمة. في اول معركة لانج استخدم فن المعلم السكير ومسك الشباب الفاسدين طحنهم، فشاو قائد العصابة ارسل بقية اتباعه، ومع ان لانج كان سكران ومش مركز الا انه روق على المجرمين واحد ورا واحد بدون رحمة. بس في النهاية ال3 مقاتلين اللي شاو اجرهم اظهروا قوتهم الحقيقية وهزموا لانج في ثواني لحد ما رموه وسط حوض السباحة. بعد انتهاء الحفلة البروفيسور قال ان سو بتكرهه، فشاو قرر يبعت اتباعه عشان يخطفوها. بالوقت ده شين ولانج كانوا بيتغدوا في مطعم، وبالصدفة شين قابل صاحبه القديم. صاحب شين قال انه محتاج شاب قوي عشان يمثل في فيلم بيحكي قصة حياة بروس لي، فلانج فرح بشدة وقرر انه يشتغل معاه. في البداية لانج وصل مكان تصوير الفيلم مع صاحب شين وشاف الممثل اللي هيلعب دور بروس لي، فحس بسعادة كبيرة. لكن اول ما التمثيل بدأ لانج اتفاجئ ان الممثل بيضربه بجد وخلاه ينزف دم، فتعصب بشدة ووجه له لكمة قوية وقعته على الارض. طبعا الممثل رفض الاستسلام ورجع للقتال من جديد، فلانج مسكه طحنه بدون رحمة وقال ان بروس لي الحقيقي معروف باحترامه وعمره ما هيأذي اي شخص بدون ذنب. بعد كده بقية الممثلين انقلبوا عليه وبدأوا في قتاله، لكن لانج اتصدى لهم بسهولة وعلمهم الادب مع انهم اكتر منه في العدد. بالوقت ده الشباب الفاسدين اتباع شاو راقبوا سو وهي بتتغدى في مطعم العم باي، وواحد منهم راح يكلمه وقال انه عايز يشتغل معاه، لكنه كان بيكذب ووضع مخدر في طبق سو عشان يخطفها بسهولة. بالفعل خطة الشباب الفاسدين نجحت وسو فقدت الوعي، فالشباب قالوا ان معاهم عربية وهيوصلوها المستشفى بأسرع وقت. حتى صديقة سو اتعجبت منهم وطلبت المساعدة من العم باي، بس من حسن الحظ لانج وشين رجعوا المطعم، واول ما شين سمع اللي حصل عرف ان الشباب الفاسدين هم السبب وقرر يروح مخبأهم. بس لانج العبيط اتزحلق على قشرة موز وخبط باب التاكسي، فالسواق افتكر انه ركب العربية ومشي من غيره، لكن لانج فضل يجري وراه وسط الشوارع زي المجنون، ده غير انه اتشقلب ووقع من فوق جسر عالي جدا لكنه وقف من جديد بصعوبة. في الوقت ده الشباب الفاسدين سلموا سو لشاو رئيس العصابة لانهم كانوا عايزين يجوزوها للبروفيسور غصبا عنها. اما لانج استمر بمطاردة التاكسي وبذل اقصى مجهوده في الجري وراه، لكنه اول ما دخلوا اتفاجئ ان التاكسي وصل وجهته. في النهاية لانج وشين اقتحموا مخبأ المجرمين، فلانج خلص على الحراس بسهولة، اما شين جري ورا شاو ومساعده عشان يسلمهم للبوليس. بس المشكلة الكبيرة ان لانج وقف
ووقف وش لوش ضد الثلاث مقاتلين التابعين للبروفيسور. وهنا بنكتشف ان لانج ذكي جدا لانه رفض يقاتل الثلاثه مره واحده وخلاهم ينقلبوا على بعض عشان يتحداهم واحد ورا واحد بشكل فردي. اول مقاتل لانج اتحداه كان الشاب الافريقي الماهر بالكاراتيه، ومع ان لانج واجه صعوبات في السيطره عليه الا انه درس نقط ضعفه وهزمه بصعوبه في النهايه. اما المقاتل الثاني كان الشاب الاوروبي الماهر بالملاكمه، وللاسف لانج اتمسك الطحن وقرب انه يخسر القتال اكتر من مره، لكنه لاحظ ان الملاكم رجله ضعيفه فبدا يركز عليها، ومع الوقت قدر يغلبه في النهايه لكنه اتصاب بشده ومبقاش قادر يقف. فالشاب الصيني محترف الكونج فو استغل تعبه ونزل فيه طحن بدون رحمه. ده غير انه اخذ عصا حديديه وهاجم لانج بشراسه ملهاش مثيل، بس من حسن الحظ في صندوق اتكسر كان مليان بالحلقات الحديديه، فلانج اخذ حلقه منهم عشان يستخدمها كسلاح. ومع ان لانج كان تعبان بشده الا انه استخدم الحلقه الحديديه عشان يسيطر على الشاب الصيني بسهوله. ده غير انه وقع سلاحه من ايده وخلص عليه باستخدام لكمه مدمره بعد دقائق طويله من القتال. اما شين بلغ البوليس بكل اللي حصل بالتفصيل، وفي النهايه الاصدقاء اتجمعوا مع بعض في سعاده. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.